السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض جاتو شاتو الفنجان، ومن غير فرن نهائي خالص وبأسهل طريقة وكمان في الخلاط. مكوناته سهلة جدا وبسيطة، بجد طعمه تحفة جدا جدا وسهل وبسيط، ما بياخدش اي وقت خالص. ان شاء الله بإذن الله الطريقة تعجبكم، وطري ولذيذ زي ما انتم شايفينه كده، بجد حلو قوي قوي. ويلا بينا نشوف احنا عملناه ازاي. اول حاجه كده في شفشق الخلاط هبتدي دلوقتي احط المكونات بتاعتي. معايا كوبايه من السكر الحبيبات العادي خالص، طبعا الكوبايه اللي هتعايري بيها هي نفس الكوبايه اللي هتعايري بيها كل المكونات. ومعايا كمان كوبايه من الحليب، وكوبايه من الزيت، واحط كمان معايا كوبايه من الكاكاو الخام. كاكاو خام يعني كاكاو بدون اي اضافات، بدون اضافه يعني سكر. هبتدي بقى دلوقتي اضرب كل المكونات دي مع بعض في الخلاط، وهاخد منهم كده، هو بيبقى قوامه تقيل زي ما انتم شايفينه كده. هاخد منهم بس كده كوبايه وهركنها على جنب دلوقتي، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. تمام كده، هركن بقى كده الكوبايه دي على جنب، هنحتاجها بعد كده في تزيين الجاتو. وبعد كده هنشوف دلوقتي هنعمل ايه في الباقي اللي موجودين في الخلاط. هبتدي دلوقتي احط عليهم بيضتين بدرجه حراره الغرفه، ومعايا كمان ظرف من الفانيليا. هاخدهم بقى كده برضو اديهم ضربة في الخلاط لحد ما القوام يبقى سايل معايا كده، هيخف شوية. هبتدي دلوقتي افضيهم بقى كده في بولة. اهو زي ما انتوا شايفين بيبقى سايل كده بالمنظر ده. وبعد كده معايا بقى معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعايا كمان كوباية من الدقيق، انا هنخلها على مرتين. وهبتدي بقى دلوقتي اقلب بس يكون على اتجاه واحد. هحط بس كده ذرة من الملح. هبتدي اقلب بقى بالمضرب اليدوي على اتجاه واحد، ما افضلش رايحه جايه على الاتجاهين، هو على اتجاه واحد بس كده، علشان بعد كده الكيك ما يبقاش داخله فراغات، او يعني ما يبقاش جواه كده فراغات، ما يدخلوش هوا ويعمل فراغات من الداخل. هقلب كله كده على اتجاه واحد، واول ما شويه الدقيق اللي انا حطيتهم يختفوا تماما، هبتدي احط نص الكوبايه التاني. هي المقادير مظبوطه بالظبط، ما بتحتاجش اي اضافات تاني، يعني ولا بنزود دقيق ولا بنزود حليب. تمام كده، خلاص خليط الكيك جاهز معايا، وبيبقى قوامه بالمنظر ده كده. لو حسيتي ان هو تقيل شويه زوديه معلقتين من اللبن، ولو حسيتي ان هو خفيف شويه حطي له معلقه من الدقيق. دلوقتي بقى هبتدي اجيب الفناجين بتاعتي اللي انا هشتغل فيها. طبعا تقدري تعملي في كوبايات، انا عملت في فناجين، انا كان ممكن اعمل في الكوبايات عادي. عملت في الفناجيل طبعا علشان خاطر التصوير، فعادي خالص في كوبايات، في مجات شاي، في اي حاجه ممكن تعمليها. بدهنها بس كده كويس بالزيت. بعد كده هبتدي بقى اصب كده في الفنجان، يعني هعمل التلات ارباع وهسيب الربع فاضي. بس نصيحة مني، خلوها نص الفنجان بس، املوا نص الفنجان بس وسيبوا النص فاضي، لان الكيك ارتفع معايا جدا جدا لدرجة انه كان خلاص هيتدلق من الفناجين، وانا اضطريت اني انا بعد كده اشيل منه جزء كده من فوق. فمن الافضل ان احنا نعمل نص الفنجان بس. عملوا معايا 4 فناجين، وكمان 2 كده من طواجن الفخار الصغيرة بتاعت الرز بلبن دي. كان ممكن يعملوا معايا اكتر من كده لو انا كنت عملت نص الفنجان بس. خبطت بس كده عليهم شوية علشان لو فيهم اي فراغات تنزل لتحت. دلوقتي بقى طريقة التسوية، بصوا انا جايبة غطا هنا لفاه بحتة قماشة زي ما انتوا شايفين كده، عشان لما اغطي بيه الطاسة البخار اللي طالع حتة القماشة دي تشربه كله، ومفيش اي ندى او مية تنزل خالص على الكيك. اهم حاجة بس تكوني جايبة بقى الحلة او الطاسة، اي حاجة هتسوي فيها تكون غويطة شوية. انا مشغله كده البوتاجاز على الهادي خالص، وهبتدي ارص فيها الفناجين بتاعتي، وهدلق فيها دلوقتي ميه سخنه بتغلي. وبالنسبه لطواجن الفخار هسويها برضو بنفس الطريقه على طاسه تانية كده على البوتاجاز. هبتدي دلوقتي احط الميه، ضروري جدا تكون الميه من الكتل بتغلي على طول.
هخلي الميه يعني تكون كده يا دوبك جايه لحد ربع الفنجان او ازيد كده، حاجه بسيطه، منكترش قوي الميه. تمام كده. هبتدي بقى اغطي على طول. هي خدت معايا بالظبط يعني 18 دقيقه، تلت ساعه. فطبعا انت ممكن تاخد معاكي اقل من كده او اكتر من كده، انت بقى تابعيها. وهتفضلي كده يعني تشوفي كده، تختبريها بخلة السنان. لو طلعت معاكي نظيفه يبقى هي كده تمام واستوت وزي الفل. كده خلاص انا طفيت عليها وشلتها. هسيبها بس لحد ما تهدى كده بسيط وتبقى دافيه. تمام كده، هي خلاص كده دفيت معايا. بصوا طبعا انتوا مش شايفين، الكاميرا مش ظاهره قوي، الكيك ارتفع جدا فوق الفنجان كمان. عشان كده بقول لكم تبقوا تحطوا نص الفنجان بس او نص الكوبايه بس. بصراحه ما شاء الله ارتفعت جدا، احسن من اللي بتتعمل في الفرن كمان. الطريقه دي ان شاء الله هعتمدها على طول. حتى في الكيك العادي اللي في الصينيه برضو هعمله وهسويه بنفس الطريقه. بجد الطريقه عجبتني جدا. ارتفع الكيك، ارتفع قوي، احسن من اللي بيتعمل في الفرن. وطالع يعني بجد حلو قوي قوي وهش وجميل جدا. دلوقتي بقى هبتدي اخرم كده بخلة سنان نظيفه او باي شوكه او باي حاجه عندك، علشان هنسقيه بس كده كل واحده بمعلقتين كده من الحليب الدافي، او الحليب يكون بارد والكيك يكون دافي مش مشكله، علشان بس من جوه برضو الكيك تكون طريه كده معاكم حلوه. دي خطوه اختياريه، لو مش حابه تعمليها براحتك. تمام كده. اللي معايا بقى الحليب اللي انا هسقي بيه، حطيت عليه معلقه كده من السكر. الكيك معايا دافي والحليب يعني بارد مش ساقع، بارد. ابتدي اسقي بس كده حاجات بسيطه، يعني كل واحده كده معلقه، حوالي معلقه كبيره او معلقتين كده صغيرين. اديني بس كده طراوه بسيطه للكيك من الداخل. طبعا انا بالارتفاع اللي كان فيه الكيك دوت، لو كنت حطيت صوص الشوكولاته كان هيدلق كله، ما كانش هيبقى مظبوط خالص، كانت الدنيا يعني هتزروت على الاخر. فانا اضطريت ان انا اشيل كده الوش بتاعها اهي. طبعا هو من الافضل ان كانت تبقى مظبوطه، علشان الوش ده بيبقى عامل قشره، والصوص الشوكولاته بيثبت عليها، الكيك مش بيشربه. بس الحمد لله يعني الكيك ما شربش صوص الشوكولاته قوي. يعني وكان جميل جدا بصراحه. طبعا انتوا هتخلوا بقى نص الفنجان او نص الكوبايه بس، الارتفاع هيكون مظبوط ومش هتضطروا تعملوا اللي انا عملته ده. اللي طلع بقى انا حطيتهم كده في 2 بوله صغيرين اهو، فتفت شويه وحطيت كده 2 سلام من على الوش، بحيث ان يبان برضو ان اكنهم برضو ايه، يعني لسه معمولين. هسيبها بس، عايزاها تبقى بارده، مش عايزه احط عليها صوص الشوكولاته وهي سخنه، علشان خاطر اللي ما يسيحش معايا. هبتدي بقى دلوقتي اصب كده من على الوش. دي الكوبايه اللي احنا كنا شلناها في بدايه الفيديو. هسقي بقى كده من على الوش. بجد يا بنات والله خطيره جدا جدا، بجد حلوه قوي وسهله، ومكوناتها بسيطه وما تلخبطش، يعني مكوناتها مش كتيره جدا ونص كوبايه ودي ربع لا، كل كوبايه واحده، وبجد حلوه قوي قوي قوي. طبعا في الوقت ده كده وانا بعمل، كان احمد ابني واقف على دماغي، عايزه ادوق يا ماما، عايزه ادوق يا ماما. هدوقه دلوقتي واحده، وهو هياخد بوله. اصلا دلوقتي انا على ما خلصت كانوا الاتنين الازاز دول كانوا خلصوا. بألف هنا وشفا. خلاص كده خلصتهم. خلونا بس معلش ندوق احمد. هو بقى حب يقول لكم ان هو جميل جدا، بس ايده ما كانتش طايله فانا زقتها شويه. جميله جدا جدا وطعمها خطير والله، ما باتت يعني، كل دوت كده اتاكل. بجد خطيره جدا، جربوها. انا حطيتها في التلاجة بس كده حوالي 10 دقايق.
علشان بس الوش كده يمسك شويه. والحمد لله الكيك ما شربش، عشان انا شايله الوش الكيك ما شربش صوص شوكولاته ولا حاجه. بجد احلى جاتوه شاتوه ممكن تعملوه من غير فرن نهائي، وفي الخلاط، وبطريقه سهله جدا واقتصاديه وجميله جدا وبسيطه، ما بتاخدش اي وقت خالص. اتمنى تجربوا الطريقه، ويا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لي لايك وتعليق حلو منكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.